مصر بعتت 20 طيارة حربية حديثة لقطر لتأمين القمة العربية الإسلامية، والجيش المصري خرج بره الحدود وبقى بيأمن الدوحة. ودي كانت رسالة قوية جدا لأمريكا وإسرائيل تحت شعار قطر تحت حماية مصرية مش أمريكية. وده سبب غضب وذعر لترامب ونتنياهو، خصوصا ان نتنياهو كان ناوي يضرب قطر تاني وترامب ما اعترضش على كلامه، لكن بعد تدخل الجيش المصري لحماية قطر فالأمور كده اتعكست. القاهرة خدت القرار بسرعة وبحسم، قوة جوية كاملة من أحدث مقاتلات الجيش المصري تطير لقطر. الخطوة دي في العلن اتقال إنها لتأمين القمة العربية الطارئة اللي اتعملت بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، لكن الرسالة اللي وراها أوضح من أي بيان رسمي، وهو إن مصر مش بس وسيط سياسي، مصر جاهزة تكون حائط صد عسكري. إسرائيل اتلخبطت من اللحظة الأولى. الإعلام العبري بدأ يسأل إيه معنى إن الطيارات دي تتحرك للدوحة، وهل ده مجرد إجراء أمني ولا هو تمهيد لتحالف عسكري عربي جديد بيتشكل قدام عينينا؟ طبعا صحيفة يديعوت أحرنوت وصفت المشهد بأنه بروفا لحلف ناتو عربي، وقالت إن وجود طيارات مصرية في سماء الخليج لأول مرة بالشكل ده، وهو إنه بيهدد توازن الردع اللي إسرائيل اعتمدت عليه من عقود. الغريب كمان إن الخطوة دي اتعملت بتنسيق كامل بين القاهرة والدوحة والرياض، يعني مصر مش بس بعتت الطيارات لكن كمان بتاخد دعم مباشر من قطر والسعودية، وإنها تكون القائد الأمني للقمة. وده معناه إن الخليج لأول مرة بيقول لإسرائيل اللي هيقرب من الدوحة أو أي عاصمة عربية هيلاقي رد فعل جماعي.